هجيب ميه هجيب ميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راح نازلين دلوقتي هشتري شوية حاجات، وبعد كده هجيب أطعمة. احنا طبعا عملنا أطعمة الشيبسي وأطعمة ايس كريم، هنجيب بقى أطعمة الأندومي. طبعا انا كنت منع الاندومي، بس بقى قاعدة الممنوع مرغوب دايما ديت اللي عندنا، ان هو طالما منعت الحاجة هتفضل التساؤلات، هي الحاجة دي طعمها ايه؟ طب انا عاوزة اجربها. طب فانا انا قررت ان احنا هنجيبه ونجربه عشان خاطر ممكن يتاكل من ورايا، فعشان ما يبقاش من ورايا يبقى قدامي والناس تقتنع كويس قوي، ويوسف يقتنع اذا كان حلو ولا وحش. يلا بينا، وبرضه هتبقوا معانا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم اهوت، لسه جايين من بره وجبنا الاندومي. زي ما قلت لكم ان الممنوع مرغوب، وكنا لازم هو يجربه عشان يحكم بنفسه اذا كان حلو ولا وحش وهيكمل فيه ولا لا. جبنا باطعمه مختلفه اللي كانت برضو موجوده. يلا نبدا عشان ما اطولش عليكم، وهقيمه من 10. اول حاجه طعم الفراخ فرخ اهو، نفتحه كده. اول مره في حياتي نجربه. هو على فكره كان عاوز ما بيتكسرش. لا، ما هو مش هينزل كده عشان الاطباق صغيره. انا قلت لكم نجيب الاطباق الكبيره. ممكن هو بقى عشان يبقى قدام. استنى، مضطره بس اكسره عشان الطبق. كفايه اهو تمام. في كيسه بتاعته اهي، اللي هما بيقولوا عليها بتاعت البهارات تقريبا. لقيت اهو، لان طبعا مش هنكمل يعني. اكيد طبعا. ميه سخنه. اما تجيب الطبق التاني اللي انا كنت جايباه اللي هو اكبر شويه، حط ده هنا. ثواني هجيب الطبق اهو. افتح افتح الضلفه دي ومد ايدك بقى على الناحيه التانيه. هاتها، حاسب بس تكسر لي الدنيا منيش يعني، ميبقاش. ايوه برافو. هات ده كده. ده اللي ايه؟ شوف، حطه في قلبها وتسيبه على النار. هنشوف اما يتعمل يعني. هنشوف اللي بعده. خلي ده بقى على جنب كده. فل. هنجيب ده، وده بنكهة الخضار. الأذان. صلى على النبي. شكله جميل. انا مش عارفه المفروض احطه على النار ولا ايه، ولا هو من نفسه الميه السخنه هتظبطه. لا، بدأ في الميه. وطبعا الكيس بتاعه فين؟ اهو كيس التوابل، اللي في ناس كتير بيقولوا ما تحطوش كيس التوابل، معرفش بقى. هنفتح الخضار. الخضار هنا ريحته غريبة. الجايز عشان انا اول مرة اجيبه. عندي هنا كيس برضو اهو. معرفش بقى المفروض ما
بيتحط عليه ولا ايه الظروف؟ ده خلاص اهو. ترى لسه ترى لا ترى كتير. لسه كمان لما بيبقى عايزه الكيس بتاعه. مكرونه هنحط على الكيس. ده كيس ايه؟ انهي واحد؟ ده كيس بودره اهو. ده بتاع ده. ريحتها ريحه البهارات. ونقلب. هنحط محطوط كله طبعا وهنقلب عليه. الله، ريحه ذكيه. انا عرفت انتوا بتحبوا القديم ده. شكله هيطلع طعمه. ده بقى بتاع ده نحطها برضو. على فكرة الكيس ده هو اللي فيه ريحة البهار او النكهة بتاعته. ده بتروح خالص على فكرة. لا لسه يعني. على فكرة الريحة حلوة. حلوة قوي قوي. خلاص ده وده فراخ خضار صح؟ صح. حط ده مع ده كده محطوط. ودي اول تجربة عشان لو عملنا حاجة غلط يعني. ده بايه؟ بالسجق الشرقي. سجق شرقي. نفتحه. افكك انا. حط. فل الفل. هو انا تأكل ايه؟ الكيس بتاعه يا جماعة كيسين ده ولا؟ ده بقى السجق الشرقي ده في كيس معاه شطة وكيس تاني توابل اهو. هنعرف انهي. هات اعملي دي. بس كفاية. اهو هتلاقي ده لسه لحد ما يغطيه. هي هتدوب لوحدها زي دي كده. دي خلاص يعني اهو كده خلاص. على فكرة أنا أول مرة أجيبه وأول مرة أعمله يعني محدش يقلس ولا حد يتكلم خالص عشان خاطر أنا أول مرة في حياتي حتى أدوقه وأعمله. ودي أول مرة في إيه دي؟ إيه مش عارفة حاسة إني تنحت. طب استوى المفروض بيتاكل بالشوكة. لازم الشوكة يعني؟ وتعمليها بقى مكرونة بس سخن. ده اللي بالفراخ بس يعني طعمه مش قبيح، طعمه حلو. أول أم في التاريخ تجيب لابنها أكل. هي مش أول أم ولا حاجة، أنا كنت رافضاه بس أنت عاوز تاكل. خد كده شوفوا. طبعا ده كان بايه؟ بالخضار. يبقى بالفراخ بالخضار. هنشوف الخضار بقى طعمه عامل ازاي. الشطه لسه بالشطه. هنعمل كده قريح. بالخضار وحش، الفراخ احلى. دوقيني حته صغننه. الخضار وحش. 2 من 10. لا الفراخ افضل كتير. 2 من 10. تمام. هحط ده على ده بقى الحاجه بتاعته اللي هو السجق الشرقي بدون طبعا الشطه، عشان احنا هناكل شطه يعني.
دي الشطة دي. دي مش عارفه بهاراتها كده حمرا. دي شطة. دي شطه؟ لا، الشطه الناحيه التانية اهي، بس هي شكلها شطه برضه. برضه ويدوق بقى. مفيش. الريحه والطعم في الكيس، يعني اللي بيقولوا ما تاكلوش الكيس وكلوا الاندومي نفسه، هو الريحه والتوابل والطعم نفسه في الكيس. يبقى ازاي بقى؟ مش انت سمعت كده؟ تاكلوش الكيس غلط. وعرفوني اللي بياكل اندومي يعرفني، انا ما احنا لا نعرف اي شيء. اي شيء. نار؟ لا نار. مش طعم. جايز لسه يعني. لا مش طعم، مش حلو. هو دلوقتي لحد دلوقتي الفراخ وحرق على فكره، سيد الموقف هو الفراخ. الخضار مش حلو وده مش حلو. ادوق. دوق. جايز محتاج يفضل في المية شوية. لا بس مش طعمه، مش النوع. مكرونة. مكرونة. محتاجين اللحمة. نحط مية شوية. والنودلز الكبير. ده بقى اللي هيموتنا ده. المية خلصت، هروح بس اعملها واجي. ورجعنا من جديد. جبت المية اهي عشان المية كانت مش مكفية. لسه بقى اجيب. لحد دلوقتي قلنا الفراخ، انا حطيت جنب كل طبق اهو ده، وجنبه الكيس بتاعه بتاع الفراخ، كل حاجة جنبها. اعدل الكاميرا شوية. نعدل بس الكاميرا شوية. ايوه كده. ايوه. يعني ده الفراخ وده فراخ، الخضار. خضار، سجق. السجق اللي ناحية. هنا بقى دي اللحمة. هو كده اقتنع على فكرة ان هو عادي يعني. هو ده بقى الاندومي بقى ومعرفش انا بقى. ادي اللحمة. هما انا لسه قارية دلوقتي نحط التوابل وبعدين نحط المية. هننضف. خش الكيس وحاول تفتحه كده عشان لا ده كيس واحد. اصل لحمة انا سايبة ده للاخر عشان ايه؟ ده هيبقى اقوى تحدي في تاريخ البشرية. ده للاخر ليه؟ انتوا هتعرفوا دلوقتي، لان ده هيتعمل بيه زي تحدي كده او خدعه او حاجه. هنشوف دلوقتي. ينفع تحدي مين اللي هياكل؟ استني بس، استنى انت ليه بتستعجل على اسال. هو ده اهو، ده تبعه كده. ده اللحمة. هنحط الكيس زي ما هم قالوا، نحط الكيس وعليه الميه. بسم الله. يلا نستنى بس عليه شويه. استغلوا الوقت في الاستغفار. تدوق بس. هو الكيس ساعتها شغالين. ده هنعمل بيه ايه بقى؟ دلوقتي يوسف عرف الأطعمة كلها بعد ما كان ما يعرفش حاجة فيهم، عرف طعم الفراخ وكله. دلوقتي هنغمي عينيه وهديه، وهغير طبعا في الأطعمة دي وهديله معلقة من كل طعم. تمام؟ لو عرفهم صح يبقى أنا اللي هاكل من الكيس ده، لو ما عرفهمش يبقى هو هياكل من الكيس النار ده حار اهو. يلا. ايه الحلاوة؟ هعرفهم ايه؟ تعال بس ايه على ما ده يتعمل نكون عم جهزنا ده عشان نكسب وقت، عشان ما نزهقش الناس. صلوا على سيدنا محمد، والكومنتات الجميلة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد، ومع تفضلوا دايما متواصلين معانا ومع القناة بتاعتنا. ايوه. الشطة؟ احط كيس الشطة يا جماعة. احنا بنضحي بحياتنا عشانكم يا جماعة. هو والله مكتوب عليه شطة.
هي شكلها باين. الحلاوة. على فكرة الدعاء بين الأذان والإقامة بيبقى مستجاب يا جماعة. شوفوا المنظر، شطة الدرجة دي ريحتها عالية. احنا عملنا ايه؟ ده احمر. على فكرة الريحة صعبة قوي 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 قوي، ريحة وحشة قوي. الريحة زي طبعا وايه؟ برضه خفيف كده. طب انا هاكل ده ازاي؟ أنا بقى دقتش ده. ده حلو، ده طعمه حلو، طعمه حلو قوي. بتاع اللحمة، لا بتاع اللحمة حلو. هنشوف بقى بتاع الشطة ده. خمسة من عشرة. كل دول 5 من 10 على فكرة، ولا عاجبني ده. لا ده حلو، ده 9 من 10. ده بقى هيموتنا ده. بس ايه يبوش كده. يلا يا باشا، نعم. مش انت عرفت الأطعمة؟ ده يلا هجيب بقى شرب عشان اغمى عينيك. يلا يلا. روح اجيب. يا جدعان، نحن هنا في هذه اللحظة في مأزق. يلا يا باشا، يلا تعالى. طب أهو. أكبر تحدي في التاريخ. هنشوف بقى التذوق كده، عندك حاسة التذوق عبارة عن ايه؟ يلا يا باشا ورينا. يلا اهي. ها ده بطعم ايه؟ لا فراخ. طيب شوف ده كده. ايه كان فراخ وخضار وسجق شرقي ولحمه، وطبعا الحراق نار ده. ده خضار. ده خضار؟ مش خضار، فأقلع. لا خليه. يا رب. ها ده وريني. تمام. ما انا معرفش بقى، احنا هنعرف في الاخر. هو ده السجق. ايوه، في حتى لسعه كده. اخر واحد اللي هو ايه؟ طيب. تمام. لا اولا انت قلت على ده خضار، هو كان فراخ وعكست الاتنين مع بعض. تمام. جبت دي صح جبت دي صح. الاثنين يعني ايه كده؟ يعني ماشي. اغمى عليك. انا بقى بس انا طبعا يعني مش هينفع اكلك، فمش كده. هو الطبق وهذه المعلقه. ما انا مش ده خضار. تمام. اغمى عليك كويس. والله كويس. عمري هحلف بالله يعني كده. خايفه اوقع في نفسي.
ده فراخ. تمام. طب انا هجيب لك معلقه. مفيش معلقه. هجيبها اهو. ده السؤال. ها ده اللحمه. اوعى حاجه تقع على الركن. لا لا هقوم ملبسك الاطباق ولا لا إيه؟ مفيش حاجه. ده ايه؟ لا وانا اعرف انت بتساليني ليه. لا ده اللحمه. استبري بندق دخل جوه لسانك. هو بيعيط. ده اللحمه والتاني كان ايوه السجق. التاني كان السجق. متاكده اخر كلام؟ عشان ده في لا ده السجق. التاني السجق؟ اللحمه. التاني اللحمه. حش. خش. بصي بقى، انت جبتي الفراخ واللحمه صح، عكستي دول. يعني احنا الاثنين هناكل يعني ولا ايه؟ كده يبقى احنا متعادلين وهناكل من ده. احنا الاثنين. الله. لا انا مش ممكن. بس لا هتاكل، ده حكم يا بابا وانا عشان ما انا تقولوش اكل هنا. ازاي؟ لا 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 ما تجيبيش كتير، هي حته صغيره. صور. هجيب ميه. هجيب ميه. اما منديل. 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 لا ما تاكلش منه. لا مش واكل. هو ده بجد ده؟ والله. وكانت تجربة الأندومي زي الزفت. أنا الصراحة تقييمي لكل الأندوميات الأندومي الفراخ هو المتصدر. الفراخ 8 من 10. جماعة أحلى حاجة دلوقتي الفراخ. الفراخ ولا اللحمة؟ الفراخ طعمه حلو جدا، واللحمة طعمها حلو برضو قوي. الباقي ما عجبنيش، الخضار ما عجبنيش، لأن أنا اللي بجرب. ده صفر. قسما بالله ده اللي هو ده هو نار والله. نار. لو كان كل منه كان ضاع. طب صفر كده. يعني انا بجد من ساعتها تعبانه جدا. طب بالراحة. لا نار. طب السجق 5 من 10. السجق معقول، السجق لكن احلى حاجه اللي يكتسحتهم الفراخ طبعا. ده بالنسبه لنا. يا ريت كل واحد بيقول بقى هو بيحب ايه فيهم، هل في انواع تانية ولا لا. ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان هنجرب مع بعض حاجات كتير وهنعمل مع بعض حاجات كتير. وما تنسوش ان انتم دايما تبقوا معانا ودايما تتابعونا عشان القناه مش هتكبر غير بيكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.